اما سبايدر مان فبيكون وصل للقمة وبيوصل للشباك اللي هيدخل منها، وبيكون فيه ازاز مضاد للرصاص مش هيعرف يخرج منه لانه محتاج خبطة قوية علشان يتكسر. بس في اللحظة دي بتظهر طيارة هليكوبتر بتأمره انه ما يتحركش من مكانه، فبيضطر انه ينط من فوقيها وبيستخدمها علشان يكسر بيها الازاز، وبيعمل كده فعلا وبيدخل وبيقدر انه يلحق الاسانسير على اخر لحظة قبل ما يقع ويتدمر. والخبر بينتشر بسرعة في الاخبار وبيبقى مشهور جدا لانه انقذ الطلاب من الموت، وبينجح انه يعرف الشخص اللي كان هيشتري السلاح منه، وبيجيب عنوانه وبيتحرك عليه وبيسأله على اي معلومة خاصة بالعصابة او بالراجل اللي بيطير. فبيقول له الراجل ده انه ما يعرفوش ولا يعرف شكله حتى، لكن كل اللي يعرفه ان اسلحتهم خطيرة جدا وبتدمر اي حاجة، وانه مش عاوز الاسلحة دي تنتشر في المدينة. وبيعرفوا ان ادريان عنده صفقة اسلحة هتكون على عبارة الساعة 11. فبيتحرك سبايدر مان على المكان فورا وبيشوف قدامه ادريان، وما بيكونش لسه يعرف ان ده اصلا رئيس العصابة، وبيفضل مراقبهم من بعيد وبيخرج جهاز من بدلته وبيبعته لادريان علشان يفضل يراقبه. وبيروح ورا الشخص ده وبيلاقيه بيسلم مفتاح عربية مليانة اسلحة لتاجر تاني، فبيتدخل سبايدر مان وبياخد منهم المفتاح وبيضربه. بس في اللحظة دي الحكومة بتوصل للمكان علشان يقبضوا على المجرمين اللي في المكان، وادريان بيكون بيراقب اللي بيحصل من بعيد ومحضر البدلة تحته وبيلبسها فورا. بس سبايدر مان بيشوفه وبيعرف ان هو رئيس العصابة، وبيبدأ ادريان يهجم عليهم وبيهجم على سبايدر مان وبيكون عاوز يخلص عليه، وبيفضل يضرب عليه بالسلاح اللي معاه لحد ما بيتر بيقدر ياخد السلاح منه وبيرميه من على العبارة. وساعتها السلاح بيفضل يضرب لوحده وبيحاول بيتر انه يسيطر على الوضع، بس السلاح بيطلع منه طاقة قوية جدا لدرجة انه بيقسم السفينة لنصين. فبيحاول سبايدر مان ينقذ الموقف وبيربط السفينة بشباك كتير جدا وبيقدر انه ينجح فعلا في ده. بس الفرحة ما بتكملش لان الشباك بتبدأ تتقطع. بس في اللحظة دي بيوصل ايرون مان وبيقدر انه يسيطر على الوضع وبيلحم السفينة ببعض من تاني، وبيقدر انه ينقذ كل اللي موجودين في السفينة. اما ادريان فبنشوفه في المقر بتاعه واللي بيكون بيفكر هيعمل ايه، وبيطلب من المساعد بتاعه انه يخلص شغل على حاجة اسمها الختم الهوائي، وده هيرجعه اقوى من الاول. اما بيتر فبيكون قاعد متضايق بسبب انه فشل في المهمة بتاعته، فبيجي توني ستارك وبيقول له انه كان ممكن يكون سبب في موت كل الناس اللي موجودة على السفينة. وبيقول له بيتر ان في اسلحة خطيرة جدا بتنباع في المدينة بس انت رفضت تسمع لي وما اهتمتش اصلا بكلامي، ولو انت كنت مهتم فعلا كنت هتيجي بنفسك مش هتبعت لي البدلة بتاعتك. بس بيتفاجئ هنا ان توني ستارك اصلا جاي بنفسه وبيخرج له من البدلة، وبيعرفه انهم كانوا عاملين خطة علشان يقبضوا على العصابة اثناء عملية التبادل، والموضوع كان هينجح لو انت ما اتدخلتش، ولو في حد مات كنت انت اللي هتتحمل ذنبه باقي حياتك. علشان كده لازم اخد منك البدلة لانها سبب في حماس زايد عندك، وانها كده هتوقعك في مشاكل كتير وان انت مش قدها. وبيقول له لو انت فاكر نفسك من غير البدلة ولا حاجة يبقى البدلة ملهاش اي لازمة معاك. وفي اللحظة دي بياخد منه البدلة وبيرجع بيتر للبيت، وعمته بتكون خايفة عليه جدا لانها بتتصل بيه طول اليوم وهو ما بيردش عليها ولا بيطمنها. وتاني